السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة نعمل بسكوت العيد بطريقة سهلة وبمقادير مظبوطة. هنعمل بسكوت بدون زبدة، حاجة كده بجد قمر. بسكوتة ناعمة ودايبة وبجد بتدوب في البق دوبان. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ هقولك على طريقة التسوية المظبوطة علشان يطلع معاكي لونه موحد بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده. هقولك كمان على طريقة الحفظ الصحيحة علشان يفضل معاكي ناعم ومقرمش لآخر قطعة. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا، بس بفكرك باللايك والشير الكتير للفيديو وكمان الاشتراك في القناة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة معايا هنبدأ نوزن المقادير. الناس اللي عندها ميزان هتشتغل بالميزان، واللي ما عندهمش ميزان هقول لكم المقادير بالكوباية. حطيت طبق على الميزان وصفرته، وهبدأ أوزن 300 جرام من السكر الناعم. السكر أنا بطحنه في البيت وبنخله، ما بجيبش السكر الناعم الجاهز علشان بيكون منضاف له نسبة كبيرة من النشا. تمام. هنا كده وزنت 300 جرام من السكر الناعم. هبدأ أوزن 400 جرام من السمنة. السمنة سمنة نباتي عادية خالص، أنا بستخدم سمنة جنة أو روابي. في البسكوت بحب أوي أستخدم سمنة جنة، اللون الأصفر بيخلي البسكوت لونه حلو. تعالوا بقى نوزن كيلو من الدقيق. يبقى وزننا 300 جرام من السكر، 400 جرام من السمنة بدرجة حرارة المطبخ، أنا واخداها من العلبة كده على طول. هوزن كمان كيلو من الدقيق. تمام كده. الدقيق اللي انا مستخدماه دقيق مخصص للبسكوت، تقدري تستخدمي اي نوع موجود في السوق. انا جايبه الدقيق ده سايب، بس بتقولي له عايزه دقيق يكون مخصص للبسكوت. وهبدا اشغل العجان على السمنه والسكر لحد ما لونهم يفتحوا خالص، يتحولوا للون الابيض. يبقى السمنه مع السكر هايشين كده وعاملين زي الكريمه بالظبط. وهنا انا مستخدمه قطعه الكف، ودي بتكون مخصصه للخفق. مرحلة ضرب السكر مع السمنة هياخد في حدود 10 دقايق. من وقت للتاني ببدأ أنزل جوانب العجان بالإسباتيولا. تعالوا بقى لما نكمل بقية المقادير بتاعتنا. هنا الدقيق أنا نخلاه مرتين، ضروري جدا تدخلي الدقيق مرة أو اتنين علشان البسكوتة تبقى خفيفة وهشة. هضيف على كيلو الدقيق معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر كيك شيف، وعندي كمان رشة صغيرة من الملح. هبدأ أقلب بقى معلقة البيكنج باودر مع رشة الملح كويس مع الدقيق. وهنا كنت مجهزة 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. 3 بيضات بس الكيلو الدقيق. أيوة جربوا وبجد هتدعولي. ما تسمعوش كلام اللي يقول لكم كيلو الدقيق بياخد 5 بيضات. 5 بيضات كتير قوي على كيلو الدقيق. نزلت على البيض بفانيليا، فانيليا باودر أو فانيليا سايلة. موجود عندي فانيليا سايلة، فنزلت في حدود نص معلقة صغيرة. تعالوا هنا كمان جبت نص كوباية من اللبن، أنا مدفياه زي دمع العين بالظبط. وعندي خميرة البسكوت اللي هي النشادر، هاخد منها معلقة كبيرة ممسوحة. هنشوف هنستخدمها ازاي دلوقتي. هنا بقى كان خلاص السمنة مع السكر اتخفقوا كويس قوي ووصلوا للمرحلة اللي انا عايزاها. شايفين السكر مع السمنة بقى هاشش وعامل زي الكريمة بالظبط. هبدأ انزل بقى بالبيض، بيضة ورا بيضة. بلاش ننزل بالثلاث بيضات مرة واحدة، هننزل بيضة ورا بيضة بالشكل ده لحد ما نخلص الثلاث بيضات. عايزة اقول لكم كمان ان البيض اللي انا مستخدماه بيض بلدي، يعني حجمه صغير. لو هنستخدم البيض الابيض اللي بنجيبه من السوبر ماركت يكون حجمه كبير، يبقى هنستخدم بيضتين بس الكيلو الدقيق. كتر البيض مع كمية السمنة بتخلي البسكوتة تفرش. جربوا بس بيضتين اتنين بس على كيلو الدقيق لو البيض حجمه كبير، او 3 بيضات لو البيض حجمه صغير. تمام. بعد ما نزلت كده بال3 بيضات ورا بعض، بدأت اخفق بقى البيض مع السكر والسمنة بالظبط نص دقيقة مش اكتر، يعني يا دوب البيض يختفي. تمام. ده كده بيكون شكله. تعالوا بقى نبدأ ننزل بكمية الدقيق بتاعتنا بالشكل ده. وعندي بقى نص كوباية الحليب او اللبن، زي ما قلتلكوا انا مدفياها زي دمع العين بالظبط. هبدأ اخد بقى معلقة كبيرة ممسوحة من النشادر او خميرة البسكوت. وضروري ان احنا بعد ما ناخد من الكيس نربطه كويس جدا. النشادر لو اتعرضت لرطوبة بترطب ومفعولها بيقل. لازم كمان نبدأ ندوب كده فوق الدقيق علشان النشادر بتبدأ تفور. هقلب بقى الدقيق بالشكل ده، وهغطي كده على النشادر علشان خاطر تحتفظ بمفعولها. وهبدأ أشغل عليها العجان تاني لمدة بالظبط
اقل من دقيقة. يعني يا دوب المكونات بقى كلها تختلط كده مع الدقيق. البسكوت ما بيتعجنش خالص. كل النواعم بصفة عامة ما بتحبش العجن. وهنا كمية الحليب اللي انا استخدمتها 125 ملي، نص كوباية بمج الشاي العادي او بالكوب المعياري. تمام. وهنا بقى بعد الدقيق ما اختفى والمكونات اختلطت كويس بالشكل ده، يعني اقل من نص دقيقة بالظبط. تقدري كمان تعملي الخطوة دي بايديكي، مش بتاخد وقت خالص. بصوا بقى العجينة اللهم بارك، بجد اكتر من تحفة، جميلة جدا. محتاجناش لأي حاجة زيادة فوق المقادير بتاعتنا، المقادير كانت مظبوطة على الشعرة. بصوا بقى الجمال، العجينة كمان بتقطم. أهم حاجة إن العجينة تكون بتقطم معاكي بالشكل ده، وفي نفس الوقت يكون قوام العجينة مظبوط. بس كده هبدأ بقى ألم العجينة على بعضها وبكيس كده بلاستيك، وهبدأ أغطيها. انا النهارده هستخدم مكنه البسكوت دي، المفرمه بتاعه اللحمه، وطبعا المفرمه دي بتكون جايه من غير الوش وكمان من غير الامواس بتاعه البسكوت. بشيل بقى القطعه المخرمه دي، وكمان بشيل السكينه علشان في ناس كتيره بتستخدمها غلط. المفرمه دي بتكون جايه من غير وش البسكوت وكمان من غير الامواس. انت بقى بتشتري لها امواس وبتشتري لها وش كده على قد القطعه دي. بتاخدي القطعه اللي انا بلفها دي وبتروحي لأي حد بيبيع أدوات كحك وبسكوت. طبعا الحاجات دي موجودة ومتوفرة أول فترة دي، وبتجيبي وش على قدها وكمان بتجيبي الأمواس. سعرهم مش غالي خالص، الأمواس بالوش كانوا ب25 جنيه. بركبهم بقى بالشكل ده، وابدأ اقطع بقى البسكوت بتاعي على حسب الحجم اللي انا عايزاه. طبعا مفرمة اللي بالكهرباء بتكون سريعة جدا، يعني على قد ما تقدري كده لحقيها. هبدأ بقى اقطع بالشكل ده، وهبدأ في الآخر بالسكرابر، وهبدأ أساوي البسكوت بتاعي، وهوريكم دلوقتي بشيل الزيادات وبسويه ازاي. كمان بسيب مسافة كده بين كل واحدة والتانية، لأن البسكوت حجمه بيزيد شوية في التسوية. بس كده ببدأ بقى، خلصت صاج وهبدأ بقى أجهز صاج كمان. تعالوا بقى نتكلم على التسوية المظبوطة للبسكوت. أنا مولعة الفرن ومسخناه وظابطة درجة حرارته على 170. طب ما عنديش درجة حرارة في الفرن، يبقى هنولع الفرن بتاعنا وهنخليه أقل من المتوسطة بشوية. أهم حاجة يكون الفرن سخن قبل ما ندخل البسكوت. النار بتكون من تحت بس، بدخل الصاج بتاعي على الرف الوسطاني، وأول البسكوت ما يبدأ يلون كده وياخد لون من تحت ومن الجوانب، ببدأ أرفع الصاج على أعلى رف، اللي هو الرف اللي تحت الشواية على طول. وهنا أنا بعتمد على توزيع الحرارة في الفرن. أنا ما بولعش الشواية للبسكوت أبدا، بستنى لحد ما ياخد اللون اللي أنا عايزاه. طبعا كل 5 دقايق ببدأ أغير الصاج. رفعت الصاج اللي بدأ يستوي معايا علشان ياخد وش التحمير، ودخلت الصاج تاني وراه. تعالوا بقى هنا بعد الصاج بتاعي مستوي، بصوا بقى لون البسكوت، لون تحفة بجد، لون جميل جدا. طبعا تقدري تغمقي عن كده او تفتحي على كده براحتك، بس انا بحب اللون الذهبي الغامق ده، بيكون جميل جدا. اهم حاجة كمان قعر البسكوتة يكون محني كده، ويكون ناعم مفيهوش اي فراغات، وده بيكون رقم 1 في نجاح البسكوت. بس كده. طبعا اول ما بنخرج الصاج من الفرن على طول ضروري ان احنا بنبدأ نحرك البسكوتة من مكانها، عشان البسكوتة لو بردت على الصاج مش هتعرفي تخرجيها ابدا، والبسكوت بتاعك هيتكسر. يبقى لازم ان احنا نحرك البسكوت اول ما يخرج من الفرن على طول. البسكوتة محتفظة بالرسمة بتاعتها، البسكوتة ما فرشتش، البسكوتة ظهرها محني وناعم، يعني ما فيهوش اي فراغات. كل دي بتكون علامات نجاح البسكوت. بجد ما فيش احلى من كده. البسكوتة ناعمة وهشة ومقرمشة وبتدوب في البق دوبان. ودي كده كل الكمية اللي طلعت من كيلو الدقيق. عايزة اقول لكم اللهم بارك اللهم بارك، مفيش ولا بسكوتة اتكسرت مني. بجد كمية حلوة جدا. كيلو الدقيق بيطلع لك كيلو و600 جرام من البسكوت. تعالوا بقى نقول هنحتفظ به ازاي. هنجيب علبة بغطا يكون محكم، وهنحط فيها كيس، وهنرص البسكوت بتاعنا ونربط الكيس كويس، وكمان نغطي العلبة، وهنحتفظ بيها على رخامة المطبخ. هيفضل مقرمش معاك الآخر قطعة. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. كل المقادير هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف بالجرامات وكمان بالكوباية. ما تنسوش اللايك والشير الكتير للفيديو، وكمان التعليق الحلو منكم والاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.